لكنك تحدث سيد محمد هنيد وكأن تونس كما قلت يعني نائمة أو عائمة على بحر من البترول، وهذا أمر ليس صحيح حسب المراقبين وحسب الخبراء الاقتصاديين حتى. فليقدموا لنا الأدلة على ذلك ويقولون لنا هل هذه الشركات تبحث عن الدود يعني في الباطن الأرض أم تستخرج في الثروات. هناك ذهب في تونس، هناك نفط، هناك فوسفات، يعني الرديف والقطار وقفصة ويعني العرايس ماذا يستخرجون منها؟ ألا يستخرجون منها ومن مضيلة أيضا الفوسفات، الملح في جرجيس. هؤلاء الخبراء يقولون إن ما سيتم استخراجه أو ما يستخرج فعلا من الأراضي التونسية لن يضاهي حتى 1% مثلا من الثروات الطبيعية في الجزائر. هذا إطلاقا غير صحيح. لماذا أقول لك ذلك؟ لأن هناك تقارير رسمية أجنبية تؤكد وجود ثروات ضخمة في تونس. إن كان ذلك غير صحيح فليقدموا لنا المسح الجيولوجي الذي قدمته دراسات أمريكية. نحن نطالب أيضا بإعادة فتح مجلة المحروقات وإعادة مراجعة العقود الاستعمارية المذلة للشعب التونسي. هناك عقود استعمارية مذلة باعت ثروة الشعب التونسي وباعت يعني مستقبل أبنائه ومستقبل التنمية ومستقبل يعني بطالة الشباب اليوم. انظري جيد، هنا الانحراف، الدعارة، المخدرات، كل هذه المشاكل الاجتماعية سببها انعدام التنمية. سبب انعدام التنمية الفساد، والفساد سببه السيطرة على الثروات ونهبه لصالح عائلات تونسية معروفة بأسمائها تسيطر على ثروات البلد منذ ما قبل الاستقلال إلى اليوم، في حين يموت الناس بالسرطانات في جابس، في قفصة، في الرديف، في قبلي. تحية كبيرة لشباب تونس ولشباب الفوار بشكل خاص وشباب القصري. ننتقل إلى نقطة أخرى. سيد محمد هنيد، هناك من يقول يعني بدل الاهتمام بوين البترول يجب الحديث عن الطاقة الحقيقية لتونس وهي شبابها وهي عمل شبابها. هذه الطاقة الحقيقية لتونس. لماذا تريدون جعل التونسيين مثلا الخليجيين الذين يعتمدون فقط على النفط؟ هذا اعذريني، هذا ما ذكره إعلام العار في تونس وما يسب به الشباب. اذهبوا لتعملوا. هل تركوا للشباب عمل لكي يعملوا؟ استنزفوا كل خيرات الوطن. أنا عندما أحدثك عن الثروات ليس لكي أخذها أنا. الثروة الوطنية هي منوال للتنمية لكي تصنع بها استثمارات تنموية وتشغل العاطلين. يا أخي، أهالي القصرين ولدوا فقراء وقفصة ويموتون فقراء. لماذا؟ هل البحيرة والمنازه والمنارات ينتجون النفط هناك؟ لأن السبب البسيط هو أن هناك عائلات متنفذة ونظام عصابات فاسد هو الذي يستفرد بالثروة. يعني هذا فقط ما نطالب به. شعب تونس لو تقارني بالمغرب وبالجزائر هو يعني الربع بالنسبة لهذه البلدان الكبيرة. يعني ليس هناك، في حين يهاجر أغلب شباب تونس نحو الخارج يذهبون. لماذا؟ لأنه لا يوجد شغل، لا توجد تنمية، لأن هناك فساد، وهذا الفساد يمس أساسا قطاع الطاقة. نقطة أساسية، لو كان الجماعة يريدون خيرا لماذا لا يقدموا للشعب التونسي مجلة محروقات؟ لماذا لا يقدموا مثلا الإنتاج الحقيقي للبرم؟ إذا غدا يوم السبت ستخرج مظاهرات سلمية لهذا الغرض كما ستخرج يوم 6 أوت. يعني الشعوب العربية بدأت تستعيد، نقطة أخيرة لو سمحتي، تستعيد وعيها. هي التي ستخرج دون أحزاب كما ستخرج في باريس مظاهرات أخرى يوم 6 يعني جوان مطالبة ب يعني الطعن في أحكام الإعدام في مصر. الشعوب العربية تستعيد سيادتها دون أحزاب ودون هذه ستكون نقطة الختام بالنسبة